اشترك والا ديك النهار هيفشخ. طبعا محدش فاهم السلاح الجديد شغال ازاي، لا من اسلوبه ولا من كومبوهاته ولا اي شيء يذكر خالص. بس ايه رايك لو قلت لك اني هوريك كل حاجه المحترفين بيستعملوها عشان يعملوا كومبوهاتهم بالشكرم بمقابل بسيط؟ تحط لايك وتشترك عشان تساعد في نمو القناه. وبالحديث عن القناه احب اشكركم جدا 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 على وصلنا 200 مشترك في 5 ايام من وصلنا ل 150. انا بجد ما توقعتش ان اقدر اوصل لحاجه زي كده، فعشان اشكركم انا هعمل فيديو ارد بيه على جميع اسئلتكم، سواء كانت عن القناه بشكل عام او سؤال بشان حاجه في اللعبه او اي حاجه، بس ما تتدخلش في تفاصيل شخصيه ملهاش داعي يعني. وبس كده، ما اقدرش اشكركم كفايه. خلينا نرجع للتوتوريال بتاعنا. هنقسم الفيديو بتاعنا ل3 اجزاء. رقم واحد الويبون سيت، واللي هي بكل اختصار كل حركه في السلاح سواء كانت في وضع السبليت او الفيوزد وكل كومبوهاتها في القسم الثاني. اتنين ترو كومبوز، اللي هي كل الكومبوهات اللي تقدر تستعملها وتعمل بيها دمج عالي من غير ما العدو يقدر يعمل دوج او يخرج من الكومبو بمعنى صح. تالت حاجة اللي هي الدوج ريدز. مش كل حركات اللي تشاكرم ترو بعد النيرف، طبعا كان معظمه ترو بس دلوقتي مبقاش ترو، فعشان كده انت ممكن تريد خصمك عشان تزود الدمج اللي هتعمله عليه واحتمال تعمل فيه زيرو. نبدأ اولا بالويبون سيت، واللي هي كل حاجة لازم تعرفها وتعرف تعرف هيتبوكس السلاح. فاحنا بس عشان نعرف حاجه زي كده هنضطر نختار بلاير وتمسك التشاكرمز. عامه السلاح في الفيوزد هو اول حاجه، الوضع اللي بتمسكه هي بتتقالش كده. الفيوزد هو وضع السلاح اول ما بتمسكه. على سبيل المثال لو رميناه كده وجينا نمسكه هيطلع لك تشاكرمز في الفيوز مود. هنتكلم ازاي تفكه دلوقتي حالا. دلوقتي عندك حركات الفيوز، سايد لايت، كيل اوبشن عالي جدا، بيقتل من ال 180 وال 200 عادي. هو مش احسن كيل اوبشن بس عشان لو مش عارف تقتله مثلا تعرف تقتله فين. عندك الداون اير اللي هي احسن داون اير في اللعبه. تقدر تعمل كده لو هو في ستيج هيختفي لتحت، هينعدم من على الوجود. خلينا مثلا نقول ان احنا هنوقفه ونعمل له ليه، المفروض يتزحلق تحت. ما علينا، هي المفروض بتقتل بدري قوي كمان، ولو خدت منه الريكفري بتقتل بدري قوي. كده احنا عرفنا السايد لايت والداون اير. عندنا النيوترال اير، حركه سوليد جدا زي النير بتاعت اورب. دي الان لايت، ممكن تعمل كومبو زي كده. هو مش ترو طبعا، مفيش حاجه في الفيوز ترو. عندك السايد اير كيل اوبشن برضو، بيقتل من 150 باين 160. خش على بعضه. عندك الريكفري، تقتل بدري عن السبليت كمان، تعمل ده مش خطير جدا في الكومبوات. عندك باك جراوند شبه السورد بس هيت بوكس اكبر وسرعه اخف. خش بقى على اهم حاجه في اللعبه، في السلاح في الدنيا كلها، الداون لايت. دي اللي بتفك السلاح عن بعضه، وهي نفس الحركه اللي بترجعه مكانه برضه. فنرجع دلوقتي ونقول مود السبليت. تقدر تستعمل كومبوهات ترو هنا على سبيل المثال. خلينا بس نعرف حركاته الاول. تقدر نعمل سايد لايت، بلين لايت. عندك الدير، النير، والريكفري، الجراوند باوند. جراوند باوند سريعة فشخ. داون اير، نير، سير، ريكفري، انسجع، كل حاجة بص شغال. بعد ما فهمنا حركات السلاح كله سواء كان فيوزد او سبليت، احنا دلوقتي هنضطر نستعمل السبليت في الترو كومبوز. هنبتدي بأول ترو كومبو عندنا اللي هو السايد لايت ان لايت. خلينا بس نجيب البوت ده هنا. سايد لايت ان لايت ترو كومبو. عندنا ايه كمان؟ عندنا السايد لايت دي لايت، لا ثانية مؤاخذة، سايد لايت دي لايت ترو. السيل انتو ان لايت. ثانية واحدة بس عشان دي، ايوه اهي دي السايد لايت. سايد اير ان لايت ترو برضو، تشتغل في معظم الهيلث من 0 لحد 50 60. عندك بقى لو عايز تبدا ترو كومبو بالدي لايت، لو انت محشور في الفيوز ده عايز تبدا ترو كومبو تخلي السبليت، تعمل دي لايت نير. انا سايق او نار ترو كومبو. وانا مش متاكد لو في اكتر او لا، بس قبل النيرف كان في نحو 30 ترو كومبو للسلاح ده، فكان كل حاجه تقدر تدوس عليها تيجي ترو وتقتل وتفشخ وبتاع. بس هم دول كويسين يعني، هم دول اللي تقدر تستعملهم من غير سيناريو مقرف، فاهم؟ تقدر تابيوزهم براحتك. وضع الفيوز طبعا زي ما قلنا ملوش ترو كومبوز من اي نوع، اي دي من اي حاجه، بس انت ممكن تستعمل له عايز تفنش السكاي. على سبيل المثال خلينا نقول ان البوت ده دمجه 150، فاحنا ممكن نقول مثلا ايه، ممكن نقول سايد اير تقتل اي حركه فيه بتقتل، سواء كان الدير، السير،
نير ريكفري جراوند، ما عدا حركه واحده اللي هي الدي لايت، لان الدي لايت بترجعه سبليت عادي، بس الدي لايت بتاعت السبليت عشان ترجعه فلوس بتقتل برضه. الريكفري دي شنيعه قوي، بتقتل من 130 باين، ممكن 140. تمام يعني شكلها من 150 بس. نروح بقى لاكتر قسم مطلوب حاليا، دوج ليدز. طبعا دوج ليدز ده بيعتمد على مدى فهمك لخصمك ومدى فهمك للسلاح. معنى صح خلينا نقول ان البوت ده هيدوج سبوت دوج. انا اقدر اعمل ايه عشان اريد السبوت دوج؟ اقدر اعمل كده مثلا يعني. وكل ما تفهم السلاح اكتر كل ما تعرف تعمل ايه بيه، مش لازم تبقى حافظه بس يعني. يعني كومبو زي ده ودمج السبليت عامة نص دمج الفيوز، فالناس بتفضل الفيوز في الهيل البرتقاني والاحمر عن السبليت عشان بيعمل دمج رهيب. ممكن بقى نستعمل دوج اب. هيعمل دوج اب هنعمل ايه مثلا؟ سايد لايت، ان لايت، نير، او ريكفري، او سايد اير. بس انت مثلا لو عايز تكمل كومبو كامل هي دايما بتضرب منه. بس انا اؤكد لك انك لو جربت تعملها هتظبط معاك عادي. السلاح كله عبارة عن انك تحفظ ضرباته وبس كده، تقعد تجري وتعمل اللي انت شايفه هيجي. عندك دلوقتي الدوج اوت. الدوج اوت ده اسهل حاجه تلاقيها الحقيقه. بص كده، واديك عملت دمج يعني مؤلم جدا. في طريقه تانية اللي هي اللي بسايد اير مكان كان الجرافيتي كانسل سايد لايت، تبقى كده. بس انا افضل لك عشان ما بستعملش الطريقه التانية دي ابدا. ممكن سايد لايت، ان لايت، جرافيتي كانسل سايد لايت، نير، ريكفري، نير، فيتشرز دوج نير، بس ما بتجيش خالص. اللي بعد عندنا الدوج داون، هي حاجه في اخر البساطه الحقيقه. حرفيا انت لو عرفت انت تستعمل السلاح ازاي، لازم تبقى حافظ تروكم وتبقى حافظ دوج ريد، هتعرف ازاي تتعامل. دوج ان وده برضو زي الدوج اوت بس اصعب شويه في الانبوت يعني. هو كان هيموت اهو، بس ما شاء الله اسمه البرول هيفن باور لفوق. anyway دي الدوجات اللي انت المفروض تلاقيها. حاجه زي الابرايت مثلا بتترايد بكل بساطه زي كده. طبعا زي ما بقول لك انت هتجرب السايد لايت، ان لايت، الترو كومبوس، وتشوف هو بيدوج فين بعد كل كومبو. لو انت عرفت هو بيدوج فين هتعرف تاخد ادفانتج عليه وتكرره في العيشه اللي جابوه. anyway اظن ان احنا كده خلصنا الدوج ريدز، خلصنا الترو كومبوس، خلصنا البيزكس بتاعت السلاح، واظن انك كده مش محتاج حاجه يعني. بس هتقعد تخش التريننج وتجرب ترو الضربات على الدوج الراندوم، ولا بلاش الراندوم. بص يا باشا تعمل ايه؟ هتختار دوج معين وتقعد تجري وراه لحد ما تتعود على الدوج دي. تيجي تدخل بقى تلعب اي جيم، تلاقي حد بيعمل لك دوج جديده، خش التريننج حاول تتعامل معاه لحد ما تعرف كل حاجه شغاله ازاي. طبعا انت محتاج تلعب مع ناس كتير، ناس كتير قوي، عشان دي اللعبه عامه لازم تلعب مع ناس كتير قوي عشان تعرف تتحسن. بس كده اتمنى اكون فدتك باي حاجه. لو في حاجه انا نسيت اقولها يا ريت تفكرني تحت. وبس see you later. انت ليه مش مشترك؟ شكلك عاوز تتفشخ.